مالك بقى حرقك ليه؟ ما تهديها شوية. طب مش الدنيا حلوة معاك وعمال كل يوم تجدد لعيب وفرقة جامدة والدنيا رجعت تكسب في الدقيقة 90 كل بقى الحلويات والدنيا بخير وفي زيرة فين؟ متضايق ليه بقى ان الفرقة التعبانة العرجانة دي كسبت لها ماتش غلبانة؟ يعني ايه المشكلة؟ وعمال تقول لي اصل احمد ياسر قال لي بيلين. انت ما بترغيش بيلين بن شرقي، ما بتقولش انها صح لانك عارف 100% انها مش صح. انت بتحاول تشوف حاجه تقول لي اهو ما انا زيك. ما بتحسب بيلين احمد ياسر ران زي بتاع بن شرقي. وهي اصلا مش بيلين، ده الراجل استلم الكوره بره المنطقه ولف بشحاته وخد مشي بيها خطوتين، زقها زقتين وشاط الكوره والجون صدها لمهدي سليمان وبعدها راح واقع. فين البيلين؟ مش فاهم. لو بيلين كان عمل ايه؟ يعني هو الاعاقه فين؟ هو عمل كل حاجه المفروض تتعمل، بعدين راح واقع وهو بيشوط. تمام، انت زي ما حازم قال في الريل المنتشر مع عبد الرحمن مجدي ده ان انت شاهد زور، وان انت ممكن تبقى متدين وقران ومنزل ادعيه على صفحتك وتكون انت فعلا في الحقيقه راجل طاقب، تيجي سيره القلب تقلب شاهد زور وتتهم الناس بالباطل زي ما انت متهم دلوقتي. وده موضوع الفيديو، ايمن الرمادي ان هو مفوت الماتش ليه يا حبيبي؟ اصل ايمن الرمادي زملكاوي، مين اللي قال لك شوبير السنه اللي فاتت ايه اللي حصل؟ ايمن الرمادي طلع دعم الزمالك قبل نهائي الكونفدراليه، عمل كتب بوست على الفيسبوك كده بقى زملكاوي. مدرب مصري بيدعم فريق مصري في بطوله قاريه، ايه اصلا الغلط في كده؟ ده غلط بالنسبه لشوبير، كانت حرقه ساعتها تمام. فاقنعك انه زملكاوي زي ما اقنعك ان محمد عادل احتوى الزمالك في ماتش خسران فيه 5. تمام. فيعني هقول لك ايه؟ يعني هرد عليك اقول لك ايه؟ ده ايمن الرمادي ده لما مشوا يانيك فيريرا كتب بوست قد كده بيقول ان يانيك فيريرا عنده حق وان معدات التدريب مش صالحه وينتقد الاداره اشد الانتقاد. والزملكاويه فشخوه ساعتها وقعدوا يشتموا فيه وقالوا له انت مالك وبتستضيف الاكل ليه دلوقتي. هو اصلا مسك الزمالك فتره صغيره، خد الكاس مصر من بيراميدز لما كان بطل افريقيا. الفرقه كانت وحشه جدا ومشوه بعديها، كان المفروض يكمل، ما هو مدرب كويس وجاب بطوله صعبه. مشوه بعديها. فدي حاجه تخليه اصلا يحب الزمالك. هو اصلا اهلاوي يعني، بس ما علينا، انت تقعد تقول لي انت لا ده مش اهلاوي، ده ماشي براحتك، تصدق اللي تصدقه. بس هو يعني دي حاجه تخليه يحب الزمالك ان هو جاب بطوله فراحوا ماشيينه تاني يوم. واصلا لما كان الفتره الموجوده دي كان ابناء النادي فاشخينه زي ما فشخوا جون ادوار، اي حد من بره بيتفشخ في نادي الزمالك معروف. آفة وسخه. ازاي تجيبوا مدرب من بره النادي ومش زملكاوي؟ هم كانوا بيقولوا كده، فانت دلوقتي شايف انه زملكاوي. هو مش هيحب الزمالك اكتر من نفسه يعني، حتى لو بيحب الزمالك. راجل الزمالك جاب بطوله مشاه تاني يوم، هيحبه ازاي؟ لا مفوت بقى عمل ايه؟ طلع لعيبه اللي هم ما تلعبوش والنبي، يعني الراجل خسران اول ماتش من فرقه لسه صاعده. فلازم يرجع، ما هو البنك الاهلي فرقه جامده وصارفه وكل ده. فخسر اول ماتشين في الدوري، ده بيحط عليه ضغط كبير جدا وممكن يمشوه في اي لحظه. فبيخسر نفسه عشان الزمالك وعادي بيقطع عيشه عشان الزمالك. لسه خسران من ابو قير الاسمده. حاجه في منتهى الهطل والله العظيم. الشوط الاول البنك الاهلي فاشخ الزمالك، فاشخ الزمالك، كنت قعدت اتريق بين الشوطين. لو خدت شفت البوستات على ماجيكانو بقى واللجان دي، مش عارف ايه، والزمالك وسبعه والبنك شايط سبعه والزمالك شايط واحده مش عارف ايه، والزمالك والبنك كان فاشخ الزمالك فعلا، ضيعوا كتير قوي، ضيعوا كتير قوي في اول شوط، ضيعوا كتير قوي. بس عادي، هي نتيجه 3-0 دي زي ما انا قلت في الفيديو بتاع امبارح نتيجه خادعه، مش ده اللي حصل. فانت سايب كل ده وشايف ان الزمالك مفوت، شايف ان ايمن رمادي مفوت للزمالك. سبحان الله. انت عارف انه مش مفوت، عارف ان الكلام ده هطل. انت اللي حرقك ان الفرقه التعبانه العرجانه اللي واخده من الدوري السنه اللي فاتت دي ما لعبتش ببصله وكسبت 3 ازاي؟ فانت فاير وشايط. انا لو مكانك برضه هبقى شايط، بس مش هتهم الناس بالباطل على الاقل. ازاي الماتش ده يطلع 3-0؟ ازاي الفرقه دي لسه بتكسب واقفه على رجليها؟ ازاي ايشو وميشو وجيكو بنزا والعيال اللي عمال يتريق عليه دي هم اللي بينزلوا يخلصوا الماتش؟ محروق. انا فاهم قصدي، انا فاهمك والله. فخليها تاكلك اكتر، اقول لك ايه طيب.